اهلا وسهلا بكم في قناة صلح على العطل بنفسك. النهاردة معانا فيديو جديد مختلف. انا في وجهة نظري ان الفيديو مهم جدا 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 بكل المقاييس. النهاردة هنتكلم عن سخان الكهرباء اللي هو سخان المية، سخان المياه بالكهرباء. احيانا بنفك السخان عشان نغير هيتر، او في عميل بيقول لي ان هو عايز ينظف الاملاح اللي داخل السخان لان الاملاح تراكمت على الهيتر، فحاسس ان التبريد بيجي ضعيف شويه. فلما بنفك وننظف السخان بيبقى شغال زي الفل، ما فيهوش اي مشاكل. بعد التنظيف بتبدا المشاكل. انا عملت نموذج يا رب يوضح لكم الدنيا تبقى شكلها ازاي معاكم على قد ما قدرت، عشان احاول اوصل الصورة لحضراتكم. يعني اهم حاجة احنا لازم نعرفها، نعرف السخان من جوه فيه ايه وايه مكونات السخان. تعالى واحدة واحدة. فلنفترض ان السلكيات دول هما الهيتر اللي بيركب في السخان، وعندي هنا مخرج دخول المياه. الواطي ده مخرج دخول المياه. الماسورة العالية دي بتبقى داخل السخان، ودي مخرج المياه. هنا الدخول وهنا الخروج. طب ليه الماسورة دي هنا بتبقى عالية؟ ليه ما فيش ماسورة هنا على البارد، على المياه اللي داخلة للسخان؟ السخان لازم عشان ما يحصلش فيه انفجار للهيتر، المياه لازم تكون مغطية الهيتر كله بأكمله. فلما نغطي الهيتر بالمياه يبدأ التسخين. لو أنا عندي المية جاية لغاية نص الهيتر كده اهو، يعني نص الهيتر في المية والنص التاني خارج المية. النص اللي خارج المية مجرد ما بيسخن بيبدأ ينفجر معايا وبيعمل معايا مشاكل. طبعا كلنا عارفين ان احنا لما نفك السخان وبننظفه وبننظف من الاملاح لازم نفرغه من الهواء، بمعنى ان احنا بنفتح المية للسخان ونسيب الحنفية بتاعت السخن، بحيث انها لان السخان بيبقى مقفول فوق. انا سايب الفتحة دي بحيث احاول اوضح لحضراتكم. المية بتوصل معايا فوق، لازم تغطي كل ده، وبعد كده نلاقي المية بدأت تنزل معايا من الماسورة. انا النهاردة رحت عشان اعمل سخان، لقيت فيه العطل ده ان الماسوره نفسها. لو نلاحظ هنا انا برضو عملت لك النموذج على قد ما قدرت من الوضوح، يا رب توضح الدنيا معاك. الماسوره هنا اهي دي متآكله كده. الميه عندما توصل للمنسوب ده تبدا تنزل معايا من السخن، يعني كده انا الهيتر بتاعي هيتغطى لغايه هنا بس بالشكل ده، وكده باقي الهيتر فوق هيبقى مش متغطي، فلذلك الميه ما مغطياش، فهو هينفجر معايا ويعمل معايا مشاكل. طبعا في ناس بتحل تقول لك ان انا نشق السخان وبنلحم دي عند اي ورشه او فن متخصص بتاع اكسجين نحاس اسف، ويلحم الفازر اللي في الماسوره دي، وبعد كده بيرجع يقفل السخان تاني ويرجع يلحمه كله ويقفله. بس ده طبعا هيدخلك في مشاكل ودوامه كبيره احنا في غنى عنها. فطبعا كلنا عارفين ده ايه. ده لي. احنا هنجيب اللي ده اهو. المفروض انا عندي هنا مكان الخرطوم ده ليين، في لي هنا اللي جاي اتفقنا احنا مع بعضنا ان ده بتاع دخول المياه، وهنا بتاع الخروج. الاتنين بيبقى راكب عليهم ليين، لي للخروج ولي للدخول. هنجيب اي لي معايا بالشكل ده سواء قديم او جديد، وهنبدأ نقطع لغاية هنا، ونبدأ ندخل دي هنلاقيها على كد الماسورة دي بالظبط، على كد الماسورة اللي هنا دي بالظبط. ده في السخان. هنبدأ نقطع الدماغ دي وندخل دي كلها جوه الماسورة. طبعا دي مفتوحة لو بتمر منها المياه. اي حد يقول لي طب هو حتة الخرطوم الصغير ده هل هيكفي معايا؟ يعني مش هيضعف ضغط المية؟ معلش طب ماشي، ما انت اللي دوت هو اللي انت بتستخرج منه المية ومكفي معاك ضغط المياه، ما فيهوش. لان العميل قال لي برضو نفس الفكرة. ولكن انا اللي كده كده انا بنبقى مركبه على السخان، وهو نفس المساحة بتاعت خروج المياه.
فلنفترض ان القطعة دي من الخرطوم هي اللي معايا. هنبدأ اول حاجة هنعبي السخان. المفروض انا هعمل كده، المفروض انا المية تعلى معايا لغاية ما توصل هنا، وبعد كده تبدأ تنزل المية من ناحيتي. هنبدأ مع بعضينا كده ونشوف المية هيبقى ايه الشكل والوضع. احنا كده بدأنا نملى السخان. مجرد ما المية توصل عند الفتحة قبل ما تغمر الهيتر هنلاقي المية نزلت معايا من السخن بالشكل اللي انت شايفه. ولو قعدت سنة فاتح الحنفية مش هتعلى عن السخن. يعني انا كده الهيتر لو نلاحظ، يا رب تكون الدنيا واضحة، هاتها من فوق كده، الهيتر كده مش متغطي بالمية، الهيتر نصه في المية. طبعا هنحل الكلام ده ازاي؟ زي ما اتفقنا، طبعا الكلام ده انت مش محتاج انك انت تفك السخان ولا تنزله، زي ما هو وهو راكب. وهنبدأ نجيب اللي هي المفروض القطعة دي. طبعا انت مش محتاج تعدي ايدك جوه، بس انا هنعدي لان انا لاحم بشمع، فلربما هتفلت معايا. هنبدأ هتلاقي نفس الوضع كده، هي على قد الماسورة بالظبط اهو بالشكل ده. هنبدأ نعديها كده للآخر. هنبدأ نعديها واحدة واحدة بالشكل ده لغاية ما تثبت معايا. طبعا لو نلاحظ، يا رب تكون الدنيا واضحة، مش عارف واضحة معاك ولا كده، الفتحة اللي معايا اللي كانت مكان دي كانت الفتحة دي موجودة من الأول، بس اللي خلاها عملت كده ايه؟ الأملاح. مجرد ما احنا شلنا طبقة الأملاح ونضفنا كويس السخان، طبعا الأملاح كانت سادة الكلام ده، بدأت تعمل فتحات فيه. هنبدأ واحدة واحدة نجرب نشوف هل الكلام ده هينفع ولا لا. هنبدأ نملى السخان، هنفتح عليه مية بالشكل ده. طبعا في تنجيط لان انا برضو انا لاحم بالحامات شمع، فالتنجيط ده هو من الحامات. بالشكل ده. تعالى كده من فوق لو نلاحظ، بص بدأ يتغطى، وانا ليلة ما المية هتوصل معايا لغاية اخر السخان كده انا اتغطى معايا الهيتر كله، وهتبدأ المية تنزل معايا من الداخل اهو بالشكل ده. بدأت المية تنزل معايا، وكده احنا نبقى حلينا المشكلة دي. ويا رب تكون المعلومة وصلت واكون فدتكم عشان تعبي ما يكونش راح بدون فايدة. تاني هنرجع للكلام ده تاني، نشرح على السريع مكونات السخان الداخلي. اول حاجة قلنا عندي السخان من جوه بيبقى بالشكل ده، في ماسورة، الماسورة دي بتبقى على السخن اللي هي بتنزل مية سخنة، والفتحة اللي هنا الصغيرة الواطية دي بتاعت دخول المية. هتخش المية من هنا بتقعد تملى لغاية ما تغطي معايا الهيتر، وتبدأ تنزل لي من الماسورة دي عشان توصل المية السخنة. فطبعا لو في تآكل في قلب الماسورة دي، طيب يا باشمهندس انت عرفت ازاي ان في تآكل في الماسورة دي من غير ما تشق السخان؟ يعني واحد يسألني انت عرفت ازاي ان الماسورة دي متآكلة من جوه فيها تآكل وبتسرب مية من غير ما تشق السخان؟ انا مجرد ما بنفتح المية المفروض ان هو مجرد ما بيملى معايا بيطول، ودي بتطلع معايا. لو فتحت انت عشان تفرغ السخان بتفتح اي حنفية على السخن، هتبدأ تلاقي الحنفية بتطلع معاك هواء
وبعد كده مياه متقاطعة، وبعد كده تبدأ تنزل المياه منتظمة من الحنفية. انا مجرد ما انا شغلت وفتحت السخن ما كملتش اقل من دقيقة ولقيت السخان المياه اللي بياخدها بينزلها ليا من الناحية التانية، ومعنى كده ان انا السخان ملحقش يتملي. مجرد ما انا فتحت المياه اللي بتطلع من هنا بتنزل معايا من السخن، يعني كده انا عندي تآكل في الماسورة. المفروض ان انا مجرد ما نبدأ نفتح المياه اللي بيطلع معايا الناحية التانية ضغط هواء، يعني انا اهو انا فتحت، المفروض يتأخر معايا ويبدأ يطلع معايا هواء، لكن انا بص مجرد ما انا اشتغلت بدأ يطلع معايا مية على طول. يبقى كده انا عندي غلط في الماسورة دي. انا المفروض السخان ياخد وقت معايا على بال ما يتملي، يبدأ يفرغ الهواء الاول، وبعد كده ايه، بعد ما يفرغ الهواء بيبدأ ينزل معايا المية منتظمة. خد بالك في حاجة تانية، سبب كبير معظم الناس بتعاني منه انه بيغير الهيتر كذا مرة ورا بعضيهم والهيتر بيتحرق. ده سبب تلف الهيتر. الهيتر مدام مش مغمور بالمية، مش متغطي بالمية، لو فيه 1 ملي مش طايق المية هيبدأ الهيتر يعمل معايا انفجار. هتغير هيتر 2 3 10 ايا كانت نوعيته لازم يعمل معايا انفجار، لان الهيتر المفروض يكون مغمور داخل المية. يعني سبب تلف الهيتر باستمرار، يعني تقول لي انا ركبت الهيتر ما اشتغلش واتحرق معايا، سبب تلف الهيتر حاجة زي كده، ان الهيتر مش مغمور معايا بالمية. ده سبب من تلف الهيتر. فكده احنا عرفنا ازاي نكتشف ان الماسورة دي فيها تآكل وازاي نعالجها. فيها تآكل يعني مجرد ما انا نفتح المية الباردة نلاقيها نزلت لي المية السخنة على طول، ما لحقش السخان يتملي معايا، ما خدش وقت معايا، نزلت المية السخنة معايا على طول. مش مية سخنة، طلعت المية من المخرج السخن، من مكان خروج المياه السخنة. حله ايه؟ لاقي زي كده بنقطع الوش بتاعه وبنبدأ نعديه في الماسورة بحيث ان هو يقفل معايا الفتحة زي ما شفنا احنا كده. طبعا دي خلاص احنا مش محتاجينه تاني. هحاول اوضح لك الصورة خارجية. انا عندي الماسورة متآكلة هنا، طبعا انا شققها بالصاروخ عشان نحاول نعمل نفس الوضع. انا هنجيب لو بصينا هنا نلاقي القطر متقارب اهو، هتلاقي نفس النظام اللاي ده والماسورة اللي داخل السخان. هنبدأ مجرد ما انا نعدي كده هتقفل معايا بالشكل ده اهو اهو، بدأت تقفل كده، قفلت معايا خالص، مفيش مية هتنزل معايا من هنا. وبكده انا نبقى حليت مشكلة السخان بدون ما انا نشق وبدون ما نعمل مشاكل. تاني، تلف الهيتر كل فترات قريبة جدا ده بسبب العطل ده، وده عطل صعب ان اي حد يقول لك عليه، ولكن احنا اي معلومة بتيجي قدامي انا بحاول اوصلها لحضراتكم بما يرضي الله، وكل حاجة انا بعرفها ما بخبيش عنها. ويا رب تعبي في النموذج يكون جاب فايدة وتكون فهمت حاجة من الشرح بتاعي. ولو عجبك الفيديو احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا باللايك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة انزل حالا، لان انت كده فايتك كتير. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. سلام.